وزارة العمل تعلن رسميا موعد إطلاق الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق وجبة إعانات جديدة خلال الأسبوع المقبل. وقال المدير العام لدائرة الإعلام والعلاقات الدولية في الوزارة كاظم العطواني بتصريح صحفي: الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق وجبة إعانات جديدة وفيها أسماء جديدة تدخل لأول مرة، بالإضافة إلى الكشف عن متجاوزين جدد. وكشف العطواني عن حصيلة المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمبالغ المستردة، وكانت كالآتي: بلغت الأموال المستردة من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية ما يقارب 220 مليار دينار. بلغ عدد المتجاوزين الذين كشفهم تقاطع البيانات في عام 2023 ما يقارب 193 ألف متجاوز. بلغ عدد المتجاوزين الذين كشفهم تقاطع البيانات منذ 2/1/2024 ولغاية الآن ما يقارب 27 ألف متجاوز. ونوه العطواني إلى أن الوزير صادق الأسبوع الماضي على محاضر إطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء، ووجه بإرسالها إلى وزارة المالية لإكمال إجراءات إطفائها.